مساء الخير يا عرب. لو قدر الله أن يكون لي مكان ومواطنة في غير دول مجلس التعاون، فوالله ما راح أختار غير سوريا. والاختيار مو متعلق بجمال أرض سوريا وخضارها وطراوة هواها، لا والله. سبب الاختيار هو المثل اللي يقول الجار قبل الدار، ولو كبرنا المثل حبتين فراح يكون الشعب قبل البلد. 90% من جمال سوريا يكمن في أهلها وناسها، في الشعب نفسه مو في الأرض. ما راح أرجع في التاريخ وايد لورا، برجع لبدايات النضال السوري لإسقاط بشار. كنت مبهور بالتنظيم الشعبي السوري، مبهور من طريقة اختيار اسم لكل يوم جمعة، وشون يحشدون الكل يحشد حوالين هالاسم. كنت مبهور بكلمات الأناشيد والشيلات الشعبية مع كل مظاهرة. عشت مع السوريين تفاصيل نضالهم ضد بشار، عشت معاهم براميل الكيماوي في زملكة، وعشت معاهم مجزرة نساء بنياس ومجزرة أطفال الحولة، عشت معاهم التهجير من حلب وحمص، وعشت معاهم التجويع في مضايا. كنت أتابع تفاصيل معاناة هالشعب العظيم مع خطوط التهريب. كان النقل لايف عبر السوشيال ميديا، مسافات طويلة يمشونها من اليونان، شوية بصربيا، شويات برومانيا، لين النمسا، وبعدها يتوزعون حول أوروبا. وين ما كان السوري كان يدعم ثورته من مكانه. أبدا ما نسوا سوريا للحظة واحدة. أذكر في 2015 مريت بمدينة صغيرة على حدود ألمانيا السويسرية بجهة بازل. قعدت بحديقة ولقيت طفل سوري عمره 6 أو 7 سنوات يمر وهو قاعد يلعب قدامي، فناديته تعال. سولفت معاه شوي، قلت له ترى مدينة حلوة واللي انتم فيها ما شاء الله كلها خضرة وشجر. قال لي إيه بس هون ما في شجر زيتون، يعني بالعربي كان يقول لي هون مو سوريا. والحين الولد يمكن عمره بال16 17 20، أنا ما أعرف اسمه وأكيد هو ما يذكر شكلي، لكن كلامي بوجهه له. يا ولد، ألف مبروك تحرر الوطن وعودتك لأشجار الزيتون. وأدري يا ولد، أدري يمكن الزيتون جرفوه وحرقوه من نظام المخلوع، ويحتاج إعادة زراعة من جديد، يحتاج حفر وبذر وتسميد وسقي ماي وعناية لسنوات طويلة قبل ما يثمر وينتج. أدري الزيتون حرقه بشار بلحظة وبلحظات قليلة، بس إعادة زراعته تحتاج سنوات طويلة، تحتاج جهد وصبر وعمل وسهر وتمويل وتضحية. يا ولد يلي أنت الحين شباب ما عدت ولد، التقيت معاك في مدينة لورباخ جنوب غرب ألمانيا. شرق المدينة اللي التقينا فيها ب600 كيلو تلقى مدينة ميونخ، رمز عظمة ألمانيا. سنة 47 زارها أنيس منصور، وصفها أنها خرابة، وأن الدمار بكل مكان فيها بعد الحرب، وأن ما كان فيها فندق واحد عشان يسكن فيه، فاضطر أنه يسكن في بيت نصه طايح ونصه ما فيه إلا غرفتين، واحدة ساكنينها أهل البيت والثانية للآجار. وأن صاحبة البيت كانت تجيب سطل ماي تعطيه كل يوم صبح عشان يغسل فيه، لأنه ما كان في أي نوع من أنواع الصرف الصحي. وفي أقل من 25 سنة كانت ميونخ تستضيف الأولمبياد. اليوم يا ولد سوريا تمر بنفس الحالة، لكن اليوم هم سوريا تتجه لنفس المستقبل. اسأل نفسك يا ولد، العالم كله ليش أعلن قبوله خلال أشهر برئيسكم أحمد الشر؟ اترك عنك خرابيط المحللين وخذها مني. العالم كله قبل بالشرع لسببين: الأول لأنه قوي بين شعبه وناسه. الدول قبلت فيه لأنه أمر واقع محاط بشعب، مو محاط بأجهزة أمن واستخبارات. وانتم أصحاب هالإنجاز، مو أحد غيركم ترى. والسبب الثاني هو ذكاء وفطنة وعروبة الشرع وفريقه طبعا، لما من البداية اختار التحالف مع السعودية والخليج. وترى ربعنا أبناء صحراء عندهم فراسة البدوي، يعرفون الرجال من المسترجل، وصاحبكم رجال، لقوه رجال يشبههم منهم وفيهم، همه الأول تنمية بلده وأمن شعبه. عشان كذي شعار الجناح السعودي في معرض دمشق ما كان شعار الاستهلاك والمجاملة. لما السعودية ومن قلب دمشق رفعت شعار نشبه بعضنا، كانت المسألة عميقة ولها دلالاتها وتبعاتها. يا ولد يا السوري اللي ما عرف اسمك، شفت الرومنتادا السياسية اللي حققها الشرق من مطلوب أمني عالمي إلى رئيس شرعي دولي؟ شفت هالرومنتادا السياسية؟ سوريا بإذن الله في الاتجاه لتحقيق رومنتادا اقتصادية. وهني لا تكلمني عن نفط الحسكة وفوسفات الدير ومزارع الغوطة وبقية كل الثروات الطبيعية اللي موجودة في سوريا، لا، هني كلمني عن الثروة الأولى في سوريا، وهي الإنسان السوري نفسه. ثاني أكره شيء عندي هو بيع الوهم، أما أول شيء أكرهه هو قتل الحلم.
يا ولد لا يغلبك حكمة هجري واشكالها، ولا يغشك من طلاس واشباهها، ولا يحبطك سمير متيني وماهر شرف الدين وغيرهم. والله ان في داخلهم يعرفون وواثقين بحتمية نجاح سوريا الجديدة، بس يحاولون لعل وعسى. والحين عندي كلمة لوزير المالية السوري. الناس برا سوريا محتاجة توضيح أكثر بخصوص السياسة النقدية، وبحاجة لأرقام أكثر تخص الوضع الائتماني والتدفقات النقدية الخاصة، وبحاجة بعد لتفاصيل حول الوعاء النقدي الحالي المتعلق بالقطاع الخاص. بانتظارك معالي الوزير. أما الأخ وزير الزراعة، يمكن ما تدري، بس خذها مني وأنت أهم وزير سوري عند قطاع كبير من أهل الخليج. يا ليت يتم إيضاح الضوابط المتعلقة بالاستثمار في مجال تربية الغنم ومعرفة شروط التصدير الخاصة فيها. أهل النعيم بانتظار معاليك، ناطرينك والله للأمانة. في النهاية ارفع راسك فوق، انت سوري، اليوم حر وبكرة حر وناجح، واللي بعده حر وناجح ومتفوق. شوفكم على خير.